واللي شغلاه واخد بالك انت. اتحداك وسيب الكومنتس مفتوحه، هات لي مدرس قال قبل اسلام الشبراوي فكره ان طالب السنتر ياخد الحصه كامله اونلاين في البيت. فكره الدمج دي يا معلم اختراعي كده بالكامل، والحمد لله لاقت اعجاب وجابت نتيجه، ومع الوقت ابتدت الطلبه تنقلها للمدرسين، وكل مدرس اقتنع باللي انا عرضته. هو الموضوع سهل وبسيط. الطالب للاسف بسبب استخدامه للموبايل وحاجات كتير بقى، مش عايز اطلع بدور دماغنا مشغوله قوي بقى، عندنا حاجات كتير قوي بتوفرنا. وعلى فكره انا وانت كده، مش العيال بس، يعني الطلبه كمان الله اكبر عليهم زينا كلهم اصحاب بيزنس. انا عندي طلبه ما شاء الله كتير عندهم بيزنس. الطلبه بقت مشغوله. طيب فبيعمل ايه؟ الفكره ان هو جوه الحصه عنده حاجات شغلاه واللي شغلاه انت. المهم يعني مش هطول في الحته دي، بس هو بقى في حاجات بتشتته. فلما انت تقعد في حصص مواد علميه مده طويله، خصوصا المواد العلميه، بيفقد تركيزه. لخصها في كلمه بيفقد تركيزه. فانت ما بتاخدش منه 3 ساعات كاملين. طب ازاي تحافظ عليه لو كمان وصل في المراجعات ل5 و7 ساعات؟ ازاي تقدر تحل معاه كل المصادر؟ الحل ان هو يبقى بعد ما يروح البيت يلاقيك موجود تاني، عدت كل اللي قلته، ونركز على كلمه كل اللي قلته، مش سمري للي قلته، مش نقط في اللي قلته، لا كل اللي قلته. انت شرحت الحصه كامله، هتتعرض له الحصه كامله، وبعديها هتبدا تحل معاه اسئله تدريبات واسئله افكار واسئله كده. بتكلم عربي اهو عشان ما حدش يقول لك ايه باللغات بقى وبيقولوا كلام منطلق جدا عادي. كل المدرسين المفروض تقتنع بالفكره يعني. هو دلوقتي معلش هشرب قهوه كمان استحملوني. هو دلوقتي هيروح البيت هيقول لك انا بحل معاك تنين، بروح البيت ببقى بط بلدي. وبعدين عايز تحل معاه اسئله، هتحل معاه اسئله ازاي؟ بسيطه جدا، سهله خالص. هتاخد الحل والتدريبات اللي انت صورتهم مره، وتقدر تعرضهم لكل الطلبه تاني في البيت، وتبقى شغال معاه اونلاين، فتبقى شغال معاه في البيت تاني بعد ما كملت. فمن هنا يبدا ينقرض ظاهره ايه، وناخد بالنا انها ابتدت تنقرض فعلا. عايز اسيستنت يجي لي البيت، انا عايز حد يحل معايا، انا بحتاج حد يمسك ايدي وانا بكتب وانا بحل. خلاص. وفي نفس الوقت الطالب لسه بيدور على حد يحلله. هو طالب فقط، خلاص ميزه انه يبقى طالب اللي بيقعد ويجيب حد يحلله، في الاخر ما بيعرفش يحل بايده بس. ففكره ان انت تكون عامل دمج بين الاونلاين والاوفلاين هي فكره نهايه. الزمن بيتحرك له، سواء انت بقى انضميت للحركه دي او ما انضميت لهاش. لكن الحمد لله بفضل ربنا يعني السيستم اللي احنا وصلنا له اسهل واقوى من كل الانظمه الثانيه. قلل نسبه الخساره في الماديات. يعني هو لما تيجي تحسبها في الاجمالي، لا هو السيستم ده اتصرف عليه لكنه ممتاز.